صباح الخير يمه. خير خو ماكو شي. صحي ابو عزيز. اي يمه طب تفضل. وهسه قاعد لك ابو عزيز. لا حجي خلينا انتظر. صحي لي ابو عزيز. اهلا، صباح الخير. تفضل. صباح الخير استاذ صباح حازم. الخير، شلون الصحة؟ يا مرحبا. الله يسلمك ويخليك. مشتاقين، الله يخليك. الله يخليك، تسلم. يابا احنا هم نلحق بالسلام، مو صحيح؟ أنا أعتذر جدا، أنت عزيز علي كلش هواية، وأنا كلش يعني أستفيد من وعيك بالمرافعات، لأنه حقيقة حججك ولغتك تبهر القضاة. أشكرك على هاي المجاملة. الحقيقة الشغلة كلش بسيطة، بمجرد واحد يقنع القاضي بالأدلة اللي عنده ويثير انتباهه لزاوية معينة بكل بساطة يكسب الدعوة. أبدا كلامي مو مجاملة، أنت شخص ذكي جدا، مستحيل تخسر قضية. الشغلة كلش بسيطة، واحد يخلي استراتيجية معينة وهدف معين وبذكاء واستغلال الفرص يوصل للهدف اللي يريده. أنت رائع، وأكيد راح أحتاجك مستقبلا. شوفك على أكيد. خير. شوفك بخير إن شاء كل الله. احترام. أنا حاضر. الله يسلمك. كل يا احترام مرحبا. أستاذ. شكرا. مع السلامة. ما عنده مشكلة بالنفقة، بس الأطفال تحلم تشوفهم بعد. قانون يوقف وياها، خلي ببالك، والحضانة تصير لها، بس ماكو شي ما له حل. شنو؟ انا نسيت الرمز؟ لو هي مغيرته. حياتي، اشتقت لك حبيبي. عماد، ليش تأخرت علي يا حبيبي؟ عماد؟ عماد منو؟
لك منو عماد؟ ايش بيك غسان؟ ايش بيك؟ منو هذا عماد؟ احكي بالتقندره. خبلت ايش بيك؟ منو مشتاقة لو على فراشي؟ ها؟ احكي. خبلت وخر عوفني احكي. غسان. اقول لك منو هذا عماد؟ احكي. عوفني غسان ها؟ هذا حبيب القلب. حبيت وين مشتاق لك؟ فتح التليفون. بيك تخبلت هاي لامي لو وحده من خواتي. دا اقول لك فتح التليفون. فتحي. انا الطفل نايم. فتح التليفون دا اقول لك. فتح التليفون. فتح التليفون مثل القندره. فتحي. فتحي. لمسه حبيبي. عطوش لحد هسه بخشمي. اشوفك من ترحين البيت اهلك؟ لو امرك للبيت احسن. الو. ليش ما تردين؟ لازم اجشف فيه. ايش هاي شنو؟ هاي شنو؟ عوفني وخر. عوف مثل القندره. تعالي. منو هذا عماد؟ منو هذا عماد؟ ها؟ منو هذا عماد؟ احكي. منو هذا عماد؟ ها؟ احكي لي. احكي لي منو هذا عماد؟ تحكي. منو هذا عماد؟ ها؟ اليوم انا عبيت توبه اليوم. اليوم انا بحكي. اليوم انا بحكي. اليوم انا بحكي. وهذا كل اللي صار. احنا رافعين دعوة تفريق، وهاي التقارير الطبية اللي تثبت التعنيف والهمجية اللي تعرضت لها موكلتي. انتوا ليش جايبين هذا الطفل وياكم؟ ليش دا تستعرضون مشاكلكم قدامه؟ وهذا بعدين راح يعني يعيش ظروف نفسية صعب يتخلص من عندها. إلى عد وين نودي ست؟ عيني غسان، انت مبين عليك ابن اصول واوادم وكلش طيب، لذلك انا يهمني ان تهدأ شويه وبدون توتر وعصبيه، خلينا نسولف بالموضوع. انا اعرف الموضوع صعب، كلش صعب، وكذاب اللي يقول لك سهله وبسيطه وتهون، بس لازم تهدأ حتى نعرف نحكي ونوصل للحل. شو نسولف ست؟ شو نسولف الخاطر الله؟ ليش هو اكو شيء يسولف؟ بس انت اهدأ شويه واسمعني بس. هاي بيب. لا تتعي. هاي جناحات توديك للسما. صدق اقول لك مال ذاك اليوم قلب مزاجي نكد. هذا غير شيء، نجربه اليوم تتونس. المرأة مخلوق عاطفي وضعيف، وكلش ممكن تتقشمر بحكايتين. وعلى فكرة اكو هواية من ولد الحرام هسه دي يلعبون على هذه المشاعر. واني اشوف يا غسان القصة هي عبارة عن رسائل ومحادثات وصور تافهة. صور تافهة؟ صور تافهة؟ انت شو تسولفين ست؟ وجه ما ظل عندي، وعدوي اهلي وفاتحهم بالموضوع. محامي ما اقدر اخليه، شو اقول له؟ مرتي دازه صورها مصلخه، مرتي متواعده ويا واحد على فراشي، زحمه ست، زحمه، نزلت راسي. غسان قدرك عالي إن شاء الله دائما، ولا تفكر بهاي الطريقة أرجوك، بس أريد منك تفكر إنه أكو بيناتكم طفل، فكر بيه، فكر بمستقبله، شو راح يعيش، شو راح يكمل حياته. أرجوك لازم تهدأ وتاخذ الأمور يعني بروية، والله غفور رحيم، الله يحب الستر. وانا ايش كاسر ظهري غير هذا الطفل؟ والله العظيم شككتني حتى بروحي.
أخاف حتى هذا الطفل يطلع مو إلي. شنو؟ خلي ببالك شغلة واحدة بس، هذا الحكي تتحاسب عليه عشاريا. أنت اسكت واحترم شيباتك، هم لك وجه وتحكي. احكي لي بالعشاير يا عشرة اللي تطلع وراك. هاي سودة وما حد يطلع وراك. ونفرض حتى لو طلع ابني ومن لحمي ودمي، باشر عقبه شو اقول له؟ امك شنو؟ ها؟ امك شنو؟ احكي. ليش سكتت ونزلت راسك؟ هم انت تعال وياك يعني. هاك تفضل تركض وراي مثل اليتيم. يلا ماني باكر توتو داتش باكر اعطيك اياه. يلا ماشي، بس هذا اخر باكر، يلا اطفر منه يلا. طلقني وبعد تحلم تشوف الطفل. لك هم زين ما وسخت روحي بدمك. ايش هالقذاره اللي انت شايلتها؟ لا تريدين اطلقك هيك بهالبساطه. يما غسان صغيرة وغلطت، وانت قتلتها واحنا كلنا وياك. اريد حقي. حقك؟ المرأة مخلوق عاطفي وضعيف، وكلش ممكن تتقشمر بحكايتين. وعلى فكرة اكو هواية من ولد الحرام هسه دي يلعبون على هذه المشاعر. واني اشوف يا غسان القصة هي عبارة عن رسائل ومحادثات وصور تافهة. صور تافهه؟ صور تافهه؟ انت شو تسولفين ست؟ وجه ما ظل عندي وعدوي اهلي وفاتحهم بالموضوع. محامي ما اقدر اخلي. شو اقول له؟ مرتي دازه صورها مصلخه. مرتي متواعده ويا واحد على فراشي. زحمه ست، زحمه، نزلت راسي. غسان قدرك عالي إن شاء الله دائما، ولا تفكر بهاي الطريقة أرجوك. بس أريد منك تفكر إنه أكو بيناتكم طفل. فكر بيه، فكر بمستقبله، شو راح يعيش، شو راح يكمل حياته. أرجوك لازم تهدأ وتاخذ الأمور يعني بروية، والله غفور رحيم، الله يحب الستر. وانا ايش كاسر ظهري غير هذا الطفل؟ والله العظيم شككتني حتى بروحي. اخاف حتى هذا الطفل يطلع مو الي. شنو؟ خلي ببالك شغلة واحدة بس، هذا الحكي تتحاسب عليه عشاريا. انت اسكت واحترم شيباتك، هم لك وجه وتحكي. احكي لي بالعشاير يا عشرة اللي تطلع وراك. هاي سودة وما حد يطلع وراك. ونفرض حتى لو طلع ابني ومن لحمي ودمي، باشر عقبه شو اقول له؟ امك شنو؟ ها؟ امك شنو؟ احكي. ليش سكتت ونزلت راسك؟ هم انت تعال وياك يعني. هاك تفضل تركض وراي مثل اليتيم. يلا ماني باكر توتو داتش باكر اعطيك اياه. يلا ماشي، بس هذا اخر باكر، يلا اطفر منه يلا. طلقني وبعد تحلم تشوف الطفل. لك هم زين ما وسخت روحي بدمك. ايش هالقذاره اللي انت شايلتها؟ لا تريدين اطلقك هيك بهالبساطه. يما غسان صغيرة وغلطت، وانت قتلتها واحنا كلنا وياك. اريد حقي. حقك؟ انت قاتلها ومأذيها، وهاي التقارير الطبية تثبت. ترى حضانة الطفل للأم تترتب عليك هواي حقوق، متقدم ومتأخر ونفقة، كل ذني لازم تعرفهن. لا مو صحيح هذا الحكي.
بعدين المحكمة تحكم للبيئة الأنسب والأصلح لتربية الطفل، وهو طالما وياه دليل فأكيد المحكمة راح توقف وياه. عموما هسه هذا الكلام يعني كله زايد وسابق لأوانه، كله حكي ولغوة وجدل. خلونا نفكر بعقل لمصلحة الطرفين. غسان، الموضوع واضح مثل الشمس، وأنا أقول لك بصراحة الله ستار ويحب الستر. هي زوجتك وأم ابنك، وانت لازم تفكر إنه هذا الطفل مستقبله راح يضيع، يعني راح يتيه بالحياة، وخطيته راح تكون برقبتكم انتوا الاثنين. القضية خلصانة ست، وابني أنا أعرف أربيه ولا يطلع شايل هالسمعة الوسخة هاي. وانتوا والله العظيم لحيركم بزمانكم، تتنازلون عن كل شيء غصبا عليكم. فلوس إيجار بدلة العرس ترجع لي، المي شربتي لبيتي أرجعه، سمعتي لو لا؟ غسان، أنت همك حل المشكلة لو همك الفلوس؟ إذا على الفلوس هاي سهلة. ليش نعيد ونزيد؟ بدك يمك وانت أعرف بيها، اعتبرها مطلقة، بس همي أذلكم بكي ترتاح. بابا ماشي ست، نحاول نرتب الأمور إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. أنت محامي؟ اي نعم، تفضلي. أستاذ أنا عندي سؤال وأريدك تفهمني إياه. سؤال لو دعوة؟ لا سؤال. اي تفضلي. أنا بنتي زعلانة صار لها أكثر من سنة، وزعلانة لأسباب سخيفة ما تحتاج كل هاي الزعلة، زين، وعندها أطفال، زين، لا هي موظفة وتقدر تعين نفسها ولا إحنا نقدر نشيلها. أريد لحفد طولك يوم أريد حل إلها. صار اكو عرض حلتي برا اسمه ابو رمزي، تروحين عليه يسوي لك طلب دعوة هجر، زين، تكمليها وتجيبي لي اياها. انا قاعد بغرفة المحامين واسمي حازم. إن شاء الله. تسلم. يلا يعني. تسلم. يلا. هذا النوع أحسن من القديم، يحب حلاوة ويسوي شغل فول، مش النياب بسرعة وعنده كمية زينة. ها هي متفقين، نبقى على اتصال. أوه.